لما نحب نخلي شبكة حاصلة على اي بي فيرجن 6 تكلم شبكة أخرى بعيدة عنها، أو شبكة أخرى بيفصلني عنها شبكة اي بي فيرجن 4، والشبكة البعيدة دي فيها اي بي فيرجن 6 برضو عايز أكلمها، يعني بمعنى أصح في عائق في النص عبارة عن اي بي فيرجن 4 بس، وعايز اي بي فيرجن 6 هنا يكلم اي بي فيرجن 6 هنا، برغم ان الانفراستراكشر بينهم او العقبة اللي بينهم كلها اي بي فيرجن 4، ما تفهمش اي بي فيرجن 6. ده هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق حاجة اسمها التانلينج. تانل يعني نفق. التانل عبارة عن كأني بالظبط مديت نفق او كابل سري كده من الراوتر الاولاني اللي فيه اي بي فيرجن 6 للراوتر الاخير اللي فيه اي بي فيرجن 6 من غير ما الراوتر اللي في النص ده يشوفهم. فالباكيتس هتعدي في التانل دي كأنها بالظبط بيانات سرية كده، تعدي من الراوتر ده للراوتر ده. دي فكرة التانل. التانل طبعا احنا بنقولها تفصيليا في درس في الدرس في الوان اسمه الجي ار اي والفي بي ان، بنشرح فكرة التانلينج، لكن احنا هنا عايزين نوضحها بمثال عملي. بص معايا التوبولوجي اللي قدامنا دي. ده راوتر مفروض عندي في الخلف هنا في لوب باك ادرس اي بي فيرجن 6، وفي لوب باك ادرس اي بي فيرجن 4. الشبكة اللي رابطة الرواتر كلها عبارة عن اي بي فيرجن 4. انا عايز ده يقدر يبنج على راوتر 3. راوتر 1 ده يقدر يبنج على راوتر 3 بايباد فيرجن 6، يعني ده يقدر يبنج عادي على اللوب باك انترفيس اللي هو 2003.1، برغم ان راوتر 2 ده اللي في النص ما يفهمش اي حاجه في اي بي فيرجن 6. عشان كده هنمد كابل سري اسمه تانل من راوتر 1 لراوتر 3. ده هيتم كالتالي. طبعا لازم نفعل كل اللي قدامنا ده بصوره عمليه على الراوتر. هنقول له config t. اولا اي بي في 6 يونيكاست راوتنج دي ما ننساهاش، دي حاجه اساسيه في كل شغلي في اي بي فيرجن 6. وبعد كده بقى هبتدي اكتب الايبات اللي قدامي دي. اولا انترفيس اف 00 اي بي ادرس 10001 على 24. يعني معلش المساله ممكن تطول معانا شويه، بس هو ده اي بي فيرجن 6، هي مشاكله في كتابته. نو شت داون. وبعد كده هنروح لبقية الانترفيسز. انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 1111 على 24، وانترفيس لوب باك 1 اي بي ادرس ده اي بي فيرجن 6، فهنقول له اي بي في 6 enable اي بي في 6 ادرس 2000 كولوم 1 كولوم 1 على 64، وهنكريت التانل بس لما يجي وقتها. خلاص. هندرج بقى ايباد فيرجن 4 دي في اي اي جي ار بي مثلا، عشان ده طبعا يقدر يبنج على ايباد فيرجن 4. هنا دي حاجه مفروغ منها قبل ما نتكلم على اي بي فيرجن 6 ولا نكري التانل ولا غيره. شبكه عاديه عايز هنا اي بي فيرجن 4، سواء الاربع وحايد او 10 زيرو، ده يبنج على اي اي بي هنا فيرجن 4. فطبعا هنقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 ونتورك. ممكن ندرك كل الانترفيسز، انا ما يهمنيش دلوقتي انهي انترفيس بالظبط، انا عايز كل الانترفيس تبنج، مش هي دي برضو فكرتنا. طبعا عايز تدرجهم شبكه شبكه، انت عارف الطريقه. طيب هنروح بقى لراوتر 2. config t interface f00 اي بي ادرس 10002 على 24. خلي بالنا نسينا يونيكاست راوتنج اي بي فيرجن 6 اي بي في 6 يونيكاست داش راوت، برضو تبقى احتياطي. هنا اسف، هنا في راوتر 2 ده مش هنفعل عليه اي حاجه فيرجن 6، نلغي الامر مش هنحتاجه. صحيح، ده راوتر 2 ده ما يفهمش اي بي فيرجن 6. ماشي نكمل. الطرف الثاني بقى انترفيس اف 01 اي بي ادرس 11001 على 24 ونو شت داون. الراوتر ده ما فيهوش اي حاجه غير الانترفيسز دي، وهنقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 نتورك 4 اصفار. برضو كده الشبكه تم ادراجها، وهيشوف الراوتر التاني بصوره اوتوماتيكيه. طبعا المفروض دلوقتي يقدر يبنج دو بينج على 4 وحيد.
المفروض يديني ريبلاي. ما ادانيش ريبلاي، اتاخر في حاجه. احنا ما قلناش نو شت داون للانترفيس. انترفيس اف 0 0 نو شت داون، فهيقول لي في adjacency دلوقتي. طبعا نقدر بقى نبنج بينج 1 تمام. خلاص هنروح على راوتر 3 زي راوتر 1 بالظبط. config t IPv6 unicast routing interface f01 IP address 11002 على 24 no shutdown. بقية الانترفيسز انترفيس loopback 0 IP address 4 تلاتات. اوكي. وانترفيس loopback 1 IPv6 enable IPv6 address 2000 كولم 3 كولم 1 على 64 IPv6 address على 64 راوتر EIGRP 10 نتورك كل الشبكات IP version 4. خلاص طبعا ده دلوقتي يقدر يبنج على 4 وحيد من غير اي مشاكل. تمام. مش هي دي قصتنا انا عايز ابنج على ايباد فيرجن 6 من راوتر 1 لراوتر 3. ده هيتم ازاي؟ زي ما قلنا لازم نكريت ما يسمى بالتانل. هنقول له انترفيس تانل 0. كريتنا تانل. طبعا ده انترفيس وهمي، هتلاقيه كريت معاك عادي جدا. لو قلت له دو شو اي بي انترفيس بريف هتلاقيه كريت لك حاجه اسمها تانل، تديها ايباد زي اللوب باك بالظبط. خلاص يبقى كريتنا التانل. هنقول له التانل سورس، المصدر اللي الباكيتس عندي تخرج منه اللي هو اللوب باك 0. لوب باك 0 اللي انا مديله اي بي 4 وحايد، ده المصدر اللي انا عايز الباكيتس تخرج منه او تخرج عبره من خلاله. اوكي. تانل ديستنيشن، اللوب باك اللي هناك في الراوتر اللي فيه اي بي فيرجن 6 اللي انا عايز اشوفه اللي هو 4 تلاتات. خلاص يبقى بكتب اسم السورس عندي واي بي ديستنيشن هناك. ده كل ده اي بي فيرجن 4. بعد كده بقى هقول له tunnel mode IPv6 IP. كلمة IPv6 IP يعني حول IPv6 ل IP بس. طبعا ما عنديش حاجة اسمها IPv4، ما بنكتبش V4. IP بس معناها IPv4 فيرجن 4. فانا هنا بقول له خلي المود بتاع التانل دي هو تحويل الباكيتس من IP فيرجن 6 ل IP فيرجن 4 والعكس. انتر. خلاص كده ادي IP بقى فيرجن 6 للتانل دي. IPv6 enable IPv6 address 2000 نفس الاي بي اللي احنا كاتبينه فوق ده 2000 كولم 2 كولم 1 على 64. تمام. نفس الخطوات دي هتتم هناك على الراوتر الاخير. هنقول له انترفيس تانل 0، مش لازم طبعا رقم التانل يتشابه، اي تانل. وهنقول له تانل سورس، عايز الباكيتس بتاعتي تخرج من اللوب باك 0. خلاص يبقى اللوب باك هو مصدري في خروج الباك. طبعا واحد يقول لي طب ازاي اللوب باك ده؟ اللوب باك ده يعني ستاك او يعني ده متكريت داخل الراوتر، مفيش حاجه بتخرج منه. بس لازم في انترفيس يكون اي بي فيرجن 4 يربطني بالراوتر اللي هناك. ما ينفعش يبقى الانترفيس الرئيسي لانه رابطني براوتر ما بيفهمش اي بي فيرجن 6. فده بسيبه في حاله زي ما هو. اي بي فيرجن 4 ده اللي هو 11 و10 بسيبهم زي ما هم. فبكريت انترفيس وهمي. طبعا ما عنديش انترفيس وهمي غير اللوب باك، فهو ده وسيلتي للربط بيني وبين الراوتر الثاني من خلال اي بي فيرجن 4 غير الانترفيس الرئيسي. فبكريت لوب باك انترفيس. فبقول له انترفيس او تانل سورس لوب باك تانل ديستنيشن. عايزك تروح تكلم التانل اللوب باك اللي رقمه 4. تشوف كده انا ربطت بينهم، عملت تانل من هنا كاني مديت كابل من هنا لهنا. خلاص. وبعد كده بقول له تانل مود، حول من اي بي فيرجن 6 لاي بي بس او اي بي فيرجن 4. خلاص. اي بي في 6 enable اي بي في 6 address. هديله اي بي كام؟ لازم يبقى اي بي
عايزه من نفس السبنت ماشي، عايزه من سبنت مختلف وتفعل ستاتيك راوت ماشي. يعني هنجرب الأعقد أو الحاجة الأكثر تعقيدا. 2000 كولم، هنا احنا عاملين التانل اي بيها كام؟ التانل هنا اي بيها 4، يبقى هقول له 4. عايز تعملها نفس السبنت بتاع دي ماشي، عايز تعملها سبنت مختلف مفيش مشاكل، بس تفعل ستاتيك راوت زي ما هنشوف دلوقتي. كولم 1/64 ده اي بي التانل اللي احنا كاتبينه. نشوف كده دول هيبنجوا على بعض. الدوبنج التانل تبنج على التانل الاول ولا لا؟ لسه اللوب باك هنشوفه يبنج على اللوب باك اللي هنا ولا لا، بس ده لسه بعدين عايزين نتاكد التانل الاول هي اللي بنجت. هنقول له دوبنج 2000 كولم 2 كولم 1. دي التانل اللي هناك طبعا مش هشوفها لانها من سبنت مختلف. لو نفس السبنت يبنجوا على بعض. ازاي اخلي دي تبنج على دي؟ بنفعل ستاتيك راوت كالتالي. نوقف كده. IPv6 راوت، عايزك تروح تشوف شبكة بياناتها 2000 كولم 2 كولم على 64. هيبقى المصدر الخروجي أنا طبعا تانل 0. هتشوفها من خلال تانل 0 اللي احنا لسه مدينها دي، أو الكابل اللي احنا لسه مدينه. ونعكس هناك نفس الكلام. IPv6 راوت 2000 كولم 4 كولم على 64 برضو تانل 0. هتخرج من خلال تانل 0. نبنج بقى تاني دلوقتي كده. يديني ريبلاي. طب يبنج الراوتر ده يبنج على اللوب باك انترفيس في راوتر 1. هنقول له دو بينج كام بقى؟ 2000 كولم 1 كولم 1. لا ما يبنجش طبعا، لازم هنا بقى نفعل نوع اخر من الراوتنج زي الديفولت زي الدايناميك راوت مثلا. عايز تفعل دايناميك راوت يبقى تفعل دايناميك راوت. هنفعله كالتالي. هنقول له IPv6، ما ننساش طبعا IPv6 unicast routing و IPv6 راوتر مثلا ريب احمد. وهنقف على انهي انترفيسز بقى؟ خد بالك عشان ما تدركش الانترفيس اللي واخد اي بي فيرجن 4 ده مش هيفهم الكلام ده. ما ينفعش تقف على اي بي على اف 00 ولا اف 01 هنا. فهندرج انهي انترفيسز اللي واخده اي بي فيرجن 6 بس. بص انهي انترفيس واخده اي بي فيرجن 6 وهي اللي هتدرجها، لان احنا فعلنا ريب ان جي والنكست جنريشن ما بيفهمش غير اي بي فيرجن 6. فهقول له انترفيس لوب باك 1 اي بي في 6 ريب احمد انيبل. وانترفيس تانل 0 نفس الكلام اي بي في 6 ريب احمد ريب. طب لو احنا ما ادرجناش تانل دي هتتشاف برضه حتى لو ما ادرجناش في الريب لانها شايفه كده كده الطرف التاني. طب نجرب كده. خلاص ادرجنا كده تانل 0 بس. ادرجنا قصدي لوب باك 1. هنروح هنا وندرج. نقول له اي بي في 6 راوتر ريب احمد انترفيس لوب باك 1 اي بي في 6 ريب احمد انيبل. طيب نجرب نبنج بقى كده. دو بينج من راوتر 1 لراوتر 3. دو بينج 2000 كولم 3 كولم 1. يديني ريبلاي. نشوف كده ليه بقى مش هيديني ريبلاي. طيب احنا دلوقتي ادرجنا، احنا عملنا ستاتيك راوت. خلينا الراوتر ده او التانل دي تشوف التانل دي ده لو كانت سبنت مختلف. ممكن لو نفس السبنت مش هنحتاج ستاتيك راوت. لكن سواء بقى عامل ستاتيك راوت او مش عامل ستاتيك راوت، التانل في نفس السبنت او مش في نفس السبنت، كده كده اي نوع راوتنج لازم تعمله او اي نوع راوتنج هتفعله لازم تدرك فيه كل الاي بي فيرجن 6 اللي عندك. انا عندي كام اي بي فيرجن 6 في الراوتر؟ 2. يبقى لازم تدرك التانل برضه. فزي ما وقفت على لوب باك 1 هقف على تانل 0. هقول له تانل 0 وهقول له اي بي، لان هم كده بيتكلموا لغتين مختلفتين. ما انا مش عامل بينهم ريديستريبيوشن. انت كده عندك راوتر واحد بيتكلم ريب وبيتكلم ستاتيك، ازاي ادمج بينهم؟ ما ينفعش. يبقى الحل ان انت تدرج الاثنين في نفس الريب. احنا خلينا الستاتيك راوت ده فعلنا ليه؟ علشان دول التانل هنا نفس مختلف عن السبنت بتاع التانل هنا. لكن لو نفس السبنت مش هحتاج حتى افعل الستاتيك راوت. يبقى اي بي في 6 ريب احمد انيبل.
ونروح على التانل اللي هناك نفس الكلام، انترفيس تانل، وهنقول له راوتر IPv6. اما نكتبها احسن، IPv6 رب احمد انيبل. نجرب بقى دلوقتي كده، دو بينج على 2000 كولوم 1 كولوم 1 اللي هو الراوتر اللي هناك، يديني ايه؟ ريبلاي. كده عملنا التانلينج، خلينا اي بي فيرجن 6 هنا. شوف اي بي فيرجن 6 هنا بالرغم ان اللي واقع بينهم اي بي فيرجن 4. جزء نظري سريع كده عن التانلينج. طبعا علشان اخلي الانفراستراكشر عندي تشوف اي بي فيرجن 4، طبعا هو ده اللي احنا عملناه بالفعل، بس الشبكات دي كلها بتاعتي انا، تحت سيطرتي او تحت ايديا. لكن لو انا عندي الشبكه دي بس شغاله داخليا اي بي فيرجن 6 وعايزه تطلع على الانترنت، والانترنت اغلبه اي بي فيرجن 4، ساعتها احنا بنتكلم في حاجه اسمها ترانزيشن. ترانزيشن يعني الانتقال من كذا لكذا. ان انت دلوقتي شبكتك تبقى شغاله اي بي فيرجن 6 وعايز تطلع تكلم شبكه اي بي فيرجن 4 او العكس، انت محتاج نوع من انواع السيرفرات او نوع من انواع البروتوكولات. عندي اتنين بروتوكول، بروتوكول اسمه الايزا تاب وبروتوكول اسمه تيريدو. ايزا تاب ده للشبكات الداخليه، يعني شبكه اي بي فيرجن 6 عايز اتكلم شبكه اي بي فيرجن 4 في شبكه داخليه، ساعتها بنستخدم حاجه اسمها بروتوكول الايزا تاب. اما التريدو شبكة اي بي فيرجن 6 عايزها تطلع على الانترنت تكلم شبكة اي بي فيرجن 4، ساعتها بنستخدم بروتوكول اسمه التريدو. طبعا دول اعداداتهم معقدة شوية، هي مش عندنا، احنا عندنا ككونسبتس فقط، لكن احنا عايزين نعرف ان الايزا تاب شبكات داخلية، تريدو شبكة داخلية عايز تطلع على الانترنت، فساعتها احتاج البروتوكول الخاص بتريدو. وكده نبقى اتكلمنا على التانلينج وازاي اخلي اي بي فيرجن 6 يشوف اي بي فيرجن 4. شكرا.